ده سؤال مهم جدا أطرحه عليك. إذا أجبتني أصلا إنك أمنت به دون أن تراه، خرج الربيعي. وقف الوقت يا سويل أحرج الله. اتفضل يا ميشو، معاك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه أعمل له دعوة بالكت الأخ الرباعي بلي المايك. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله، كنت نسيت كنت بقول ايه صراحة، ولكن نكمل على قول أستاذنا الربيعي إنه إلى الآن لم يأتي بدليل. والله كتبت له على التكست يا إخواننا الكرام، اديني دليل على العصمة المطلقة. العصمة عندنا في التبليغ، أقولها لك تاني أستاذ الربيعي وقلتها في أول محادثتي، نشأت نظرية العصمة في القرن الرابع، وبناء على قول الشيعة إن هناك عصمة مطلقة رد عليهم أهل السنة والجماعة إنه ليس هناك عصمة مطلقة للأنبياء بقول القرآن. تمام؟ فياريت بالله عليك تأتيني بدليل أنت على العصمة المطلقة. أنت تقول الدليل العقلي، من أين أصلا بنيت هذا الدليل العقلي؟ لا أعلم. ماشي؟ من أين أصلا بنيت هذا الدليل العقلي؟ لا أعلم من أين بنيت عليه كلامك. فقلت لك إن المعجزات تمام شاهدتها العين لك. كيف أمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أن تراه؟ هل عن دليل عقلي أم دليل نقلي؟ هذا هو سؤالي لك. هل اعتمدت في عصمته على دليل عقلي أم دليل نقلي؟ هذا هو سؤالي لك. وإخواننا في غرفة عمر أمير المؤمنين هادم عرش كسرى والمستمعين في غرفة نور العطرة، يا ريت تطلبوا من الربيعي ان يقول لي اذا كنا احنا فشلنا في اثبات دليل او الادله التي اعطيتها له في العصمه في التبليغ، فيا ريت هو يدينا دليله على العصمه المطلقه. وارجع الى قول استاذنا عراقي ماسنجر في غرفه نور العطره: دعوات يا مواليين حتى تروا هشاشه هذا الدين امام الربيعي، فاثبت لنا يا ربيعي هذا الامر بالله عليك، لان في الغرفه ينتظرون على قول عراقي ماسنجر أن تقول لهم من أين أتيتم بالعصمة المطلقة. فضل معاك المايك أستاذ الربيعي، وأترك لك هذه الدقيقة والنصف الباقية. جاوبني، هل عندما عصى آدم الله سبحانه وتعالى وترك الأولى، كيف أن يترك الأولى وهو يعلمه؟ ده سؤال أولي، كيف أن يترك الأولى وهو يعلمه إنه هو الصحيح؟ ثانيا، العصمة المطلقة برجاء أن تعتني الدليل العقلي عليها الذي تقول إنه دليل عقلي. تفضل معاك المايك. جواسيس يا عراقي ماسنجر أرسلتهم إليكم. تفضل معاك المايك يا الربيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النقطة الأولى يا أخي، الحمد لله الظاهر أنه لا يوجد لديك دليل على عصمة الأنبياء في التبليغ، وأنت لو راجعت كلام علمائكم لوجدتهم بأنهم يقيمون عدة أدلة وكلها عقلية ولا دليل نقلي، كلها أدلة عقلية على عصمة الأنبياء سواء في التبليغ أو غيره. نعم أخي الأخ سفير يطلب مني أن أعطيه الدليل على العصمة المطلقة، أنا ممنون، سوف أعطيك الدليل، لكن أنا أحببت أن أبين بأنه أنت إما أن لا تريد أن تلزم نفسك بالدليل العقلي لأنه سوف يؤدي بك إلى الالتزام بالعصمة المطلقة، أو أنك أصلا مع الاعتذار يعني لم تطلع على كلام العلماء. أما قولك العصمة خرجت في القرن الرابع، عجيب والله، يعني أنتم تؤمنون بالعصمة. أخي نحن خلافنا معكم في سعة وضيق العصمة، وأما أصل العصمة فنحن متفقون. فأنت تقول بأن العصمة عندكم وعندنا ظهرت في القرن الرابع، يعني المسلمون غير الشيعة سأترك الشيعة، المسلمون غير الشيعة كانوا على عقيدة باطلة طوال 4 قرون. عجيب، هذا سؤال سجدة عندك أريد الإجابة عنه. زين. النقطة الأخرى،
تقول كيف آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله بعدما التفت شو أنا أجيبك عن كل الأسئلة وأنت لا تجيب عن الأسئلة. تقول كيف آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله بعد مماته؟ نقول آمنت به بالعقل ثبت عندي وجود الله بالعقل، وثبتت عندي نبوة محمد صلى الله عليه وآله بالعقل، وثبتت عندي عصمته في التبليغ بالعقل، وباقي والكثير من العقائق ثبتت عندي بعد أن ثبت لدي هذه الأمور بالعقل، ثبتت عندي باقي الأدلة أخي. وبعد ذلك أنت اعترفت بأنه لا يوجد لديك دليل على عصمة الأنبياء، وتطالبني أنا بطرح الدليل، وأنا إن شاء الله سوف أشرع بطرح الدليل. لكن قبل أن أطرح الدليل أنت تساءلت عن حديث الغرانيق، وأنه هل يوجد من هو صحح حديث الغرانيق. التفت لما يقوله وطالبت برقم والدليل لكلام ابن حجر العسقلاني. التفت أخي. ابن حجر العسقلاني في الجزء الثامن في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 355. أخذت الصفحة أخي سفير؟ أنا ممنون. يقول والعبارة طويلة سوف تستغرق كل وقتي، لكن لا بأس، لا تنسى الأسئلة اللي سألتك بها رجاء أريد الإجابة، وبعد ذلك سوف أطرح الدليل إن شاء الله. وقد أخرج التفت أقرأ محل الشاهد. وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة والنجم فلما بلغ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم وسجدوا. فنزلت هذه الآية. وأخرجه البزار وابن مردوي من طريق أمية بن خالد عن شعبة إلى أن يقول ومعناهم كلهم واحد في ذلك، وكلهم سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع. التفت. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا. التفت الكلام ابن حجر. لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين. أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فذكر نحوه. والثاني ما أخرجه عن طريق المعتبر بن سليمان وحماد بن سلمة فطرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية. وقد تجرأ أبو بكر ابن العربي كعادته فقال ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة باطلة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه. انتهى الوقت، سوف أكمل في المداخلة اللاحقة إن شاء الله. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بيعجبني في أستاذنا الربيعي إن حماسي. أنا سأتيك ب1000 دليل، أنت تجاوبني، أنت لم تجيبني إلى الآن وأنا أجيبك عن كل سؤال. وقال لي سأتيك بالدليل على عصمة المطلقة وما أتى بأي دليل. قلت له جاوبني عن موضوع آدم، ما رد على موضوع آدم. قلت له جاوبني عن ترك الأولى، كيف أترك الأولى، ما جاوبني. أتيت له بالأدلة، قلت له طب هات لي الدليل العقلي الذي استندت عليها في موضوع العصمة المطلقة. يقول لي نعم أنا ولدت وبالدليل العقلي أثبت وجود الله وبالدليل العقلي أثبت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يولد الإنسان عن الفطرة، تمام، وأهله إما يمجسانه أو ينصرانه، وهو بيقول لي لا أنا هو مولود عارف الله وعارف القرآن. سبحانك يا رب. بالله عليكم يا مستمعين، الكلام ده يعقل من مين؟ عندما يقول لي إنسان في القرن 21 لا شاف النبي ولا عاشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لي أثبت بالدليل العقلي، يعني دون قرآن، دون أن يعلمه أحد، دون أن يريه الروايات، دون أن يريه المصادر، الدليل عن نبوة محمد، تمام، أثبت كل هذا بالعقل لوحده. كيف أثبته لا نعلم. هذا الرجل يمتلك قدرات خارقة لا نمتلكها. ماشي. أراك أيضا تتطرق دائما إلى حديث الغرانيق. والله يا أخي الفاضل، الشبهات
اذا كنت تريد الشبهات عينيا ليك الاثنين، بس هخليها لك في المناظره الجايه ان شاء الله، لان انا في حاجه كده تعبان يعني. يقول الصدوق في من لا يحضره الفقيه الجزء الاول صفحه 359، وفي بحار الانوار جزء 17 صفحه 102 103، ان الغلاء ده سؤال مهم جدا اطرحه عليك. اذا اجبتني اصلا انك امنت به دون ان تراه، خرج الربيعي. وقف الوقت يا سويل احرجه الله. اتفضل يا ميشو، معاك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه أعمل له دعوة بالكت الأخ الرباعي بلي. طب السلام.